السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه وعاملين ايه في الحالة اللي احنا فيها دي؟ بس نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. جايبه لكم حاجة حلوة وحاجة جميلة، زي ما انت شايفة كده. طول عمرك نفسك تعمليها صح، تعمليها تطلع معاكي حلوة. اكيد عرفتوا ايه هي. جادوسية طبعا. حاجة كده من اكلات زمان، الحاجة الحلوة البلدي اللي بتحتاج معاها السمنة البلدي، شوية زبدة على شوية الشعرية كده اللي طالعين دول على البخار كده، مع شوية سكر. أحلى طبق وأحلى صحة وبالهنا والشفا لأي حد. بصي الجمال والحلاوة كده، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. وكمان مش هتعمليها بس، لا ده انا هعلمك كمان ازاي تكسبي منها وتبيعيها، لان انا فعلا ده كان اوردر مطلوب مني حوالي 4 أو 5 كيلو جالوسية. وانا حبيت ان انا اصور منه جزء واوريكم ازاي بيتعمل بطريقة بسيطة، من غير كمان ما يكون عندك الحلة بتاعة الكسكسي اللي بنعمل بيها الكسكسي يعني على البخار. بكل بساطة مصفى وحلة وحتة عجين من نفس العجينة بتاعة الجالوسية اللي انت عجناها، وهوريك ازاي. اهو زي ما انتم شايفين، حله وشويه ميه وحته عجين اخدتها من العجين اللي انا عجناه. وكل اللي انا بعمله كده ببرمها على ايدي زي كده اهو، وبسد بيها الفتحه بتاعت ما بين الحله وما بين المصفى، علشان البخار لما بيطلع بعد ما بتغلي البخار بيسرب منها، فانا كده بسد عليها. دي طريقة زمان، وستاتنا وأمهاتنا وجداتنا كلهم كانوا بيعملوا كده. وأنا عن نفسي بعمل جالوسية وببيعها، أيوة. لكن ما عنديش الحلة اللي هي بتاعة الكسكسي. أنا يا دوبك بس بعمل بالطريقة دي وبشتغل عليها، وممكن بعمل عليها 20 كيلو 10 كيلو، أي كمية المطلوبة بكل سهولة. حتى الكسكسي بعمله بنفس الطريقة، وإن شاء الله أعمل لكم فيديو قريب عنه برضو. أهو بصي بسهولة، عبال ما أنا بحضر بحطها هي على النار كده واجهزها، عبال ما هي المية تغلي ودرجة الحرارة بتاعتها تغلي ترتفع يعني. انا عملت كده، هسدها وهسيبها. شايفة البخار اللي طالع ده؟ شوية هلاقي البخار ملا المصفى في النص. انا كده هبدأ معاكم ان انا هعمل مقدار كيلو واحد بس دقيق. كيلو دقيق، هشوف الكمية الحلوة اللي هتطلع منه جدي ما شاء الله، حلو حلو يعني. كل انتاج بكيلو دقيق. وزي ما عرفنا قبل كده في الشعرية اللي انا صورتها لكم قبل كده، ذرة ملح وزير سكر وبس، وبقلبهم وبنزل بالمية حبة حبة، بحيث ان تكون برضو العجينة مش طرية قوي. بس ان انا كده مطريها شوية عن عجينة الشعرية، لان انا جبت المكنة جديدة فكانت شغالة معايا حلو، سهلت لي الموضوع، غير المكنة دي اللي عملت بها الشعرية. يلا صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بصي هنا عنده كل اللي هتلميها زي كده بالظبط نفس عجينة الشعرية. واهو انا بقسمهم على 3 كور، اخد كرة كرة وافردها. وانا بفضل ان انا بقسمها كده شرايح، بيسهل لي شغل، بينجز معايا كمية. يعني انا ممكن اعمل 10 كيلو شعرية او جدوسية في الوقت ده بالطريقة دي. عبال ما انا بعمل كده حد من البنات بناتي واقف على المكنة يعني بالتناوب ورا بعضينا ورا بعضينا، فبننجز. او تفرديها عادي وترجيها، في كتير بيرجوها. بس انا طبعا عشان انا عايزه انجز اوردر بسرعه، فانا بعمل الطريقه دي بتسهل لي. اهو بكل بسهوله وبكل بساطه. صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. بسلاسه طبعا في الحاله دي المصفى بالحله على النار هتبدا تغلي، عبال ما انا امسك واحده واحده من دول. اهو ده كيلو دقيق اللي قدامك، هيطلع لي كميه حلوه ما شاء الله، هنشوفها مع بعضينا. انا كده فردتهم شرايح، هجيب المكنه. دي المكنة الجديدة، ولما تحبي تشتري مكنة الشعرية يا ريت تشتريها مش قطعة واحدة، اللي هي تلاقيها قطعة، لا تلاقيها المكنة بتتفك على قطعتين، دي احسن وانضف من اللي هي قطعة واحدة، هتعيش معاكي يعني. او انا كل اللي عملته فردته، ساعدت نفسي يعني، انا فردت بالنشابة او العصاية اللي كانت معايا، وعشان بس لما احطه في المكنة يبقى سهل ويتفرد معاكي بسهولة. وبعد كده بتنزليه على على ما كانت زي ما كانت شعريه، هو كده كأنه شعريه بالظبط يعني. انا اخدت منه نشفت ده شعريه. هو الفرق بين الشعريه والجدوسيه ان هي بتتحط على البخار بس. بس طبعا طعمها جميل بزبده بلد زي ما قلت لك وشويه سكر، وبالهنا والشفا، وهي سخنه كده في الشتاء دي تدفي. بس انصحك ما تاكلهاش بالليل خالص، ما تاكلهاش من بعد المغرب، ما تاكليش دي تفطري بيها. ممكن تاكليها في الغدا كده كده حاجه كده يعني على السريع، لكن ما تتهشش بيها ابدا، لانها تبقى متعبه عليكي وتقيله. بص اهو نازله معاكي بكل سهوله وكل يسر، والعجينه طريه حلوه، كانت شغاله معايا ما تعبتنيش ولا ارهقتني.
يعني انا عملت كمية حلوة برضو الحمد لله وكملت الاوردر. بالنسبة لموضوع الاوردر انت حضرتك يعني انت لو عايزة تكسبي منها بجد يعني كل اللي هتعمليه انت يكون عندك جروب او عندك صفحة بتعرض عليها، بتعمل حاجة زي كده بتصوريها، بس يا ريت تراعي ان الحاجة تطلع معاكي بشكل حلو. يعني جرب مرة واتنين وتلاتة. يعني انا عشان اعرف اعمل الحاجة دي عملتها مرة واتنين وتلاتة ومارستها مرة واتنين وتلاتة تشتغل معاك حلو. انا كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا هخلص الكرة الاولانية بس، لان الجادوسية على النار ما بتاخدش وقت. يعني انا عبال ما اعمل حبة زي كده ابص الاقي ديك استوت اجلبها وارجع احط غيرها. فعشان انا ما بسيبش البوتاجاز في الغلا اللي احنا فيه ده والغاز والكلام ده كله، بعمل ايه؟ بعمل كمية كبيرة بس انا بقدرها دقيق علشان ما تلزقش على بعضيها، وبدخل واحدة واحدة ورا بعضيهم بسرعة وسهلة جدا. بصوا طالعة معايا مفلفلة كيف ما شاء الله، الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى، كمان زيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو بكل بساطة بقدر يحط دقيق وما تبخليش علشان ما تلزقش منك، وخليكي شاطرة كده ايه وناصحة. بس حاولي برضو ايه ما تهدريش كتير، يعني مش تحطي الدقيق كتير عشان برضو الغلا اللي احنا فيه ربنا يرحمنا. اهو انا كده خلصت الكرة الاولانية وفلفلها زي كده اهو. دي من كمية دي ممكن اقسمها على مرتين او احطها مرة واحدة، مش مفيش اي مشكلة. بس انا بفضل احطها على ايه, نقول عليها نحطها على مرتين او على حطتين يعني. زي ما انتوا هتشوفوها معايا كده اهو. بصوا الجمال والحلاوة. صلوا على الحبيب المصطفى، كمان زيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا مصطفى، بصي الجمال والحلاوة، احلى جدوسية من ايدين ام مصطفى اهو. طبعا المية كده غلت. انا وريتك شكل العجينة بص ازاي، او لفيت بها الحلة كلها، مفيش مكان للبخار يطلع خالص. انت كده حبست البخار هيطلع بس من الخروم بتاعة المصفى. بصي اهو طالع ما شاء الله. كده انت كده صح، هتحطي الجاروسية بتاعتك بكل سهولة. هي عجينة اهي، وتغطيها بحاجة نظيفة يعني فوطة او اي قماشة. انا عاملة حاجة مخصوصة للحاجة دي عشان الشغل بتاعي يعني. هنا الحاجة بتطلع بتحت نظيفة والحمد لله. اهو تحطيها وهنغطيها. مش هتاخد 3 4 دقايق، يعني عبال بس ما تطلعي بره وتلفي حواليكي وانت بتكمل المكنة في الباقي العجين. هنرجع لها بص هفصة ومش هنكمل حاجة. هي بتاخدش وقت اهو. بصوا ما شاء الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بصوا الجمال والحلاوة بقى، الله اكبر. طالعة حلوة. بصي انت تقولي كده ملكلك، لا هي مش ملكلكة، هي كده بس هي محطوطة على بعضها. فانت كل اللي هتعملي هتفليها. يعني ايه تفليها؟ بانا مش بطرف المقصوصة اهو، بتحاولي تخلي ايه ما بينهم. انا عملت كمان تاني. طبعا عايزة اخلص الاوردر بتاعي، فانا كده ايه حطيتهم ورا بعض ورا بعض اهو. قبل ما تتعامل مصفى زي كده اكون انا كملت عجين باقي العجين اللي بره وبلفه على المكنه وارجع بسهوله. سهله جدا وما بتاخدش وقت. يعني الكميه اللي انا عملتها دي، عملت كان مطلوب مني 5 كيلو جالوسيه اوردر، فانا ما خدتهمش في حوالي ساعه ونص، اقل من ساعه ونص كمان. بصوا ما شاء الله، صل على الحبيب المصطفى اهو. بكل بساطة محلاها كده لو انت مبسوطة وانت بتعملي شغلك اهو، انت بتسترزق يعني، وبتساعدي نفسك وفي الغلا ده وبتساعدي بيتك، وفي نفس الوقت حب الحاجة. يعني حب الحاجة مش هتحسي بتعبها، مش هتحسي بان هي مرهقة بالنسبة لك. واذكر الله وانتي واقفة. يعني انا كنت بسبح الحمد لله مبسوطة راضية. فاحنا كده ايه نرضى باللي ربنا رزقنا بيه، والحاجة اللي ربنا رزقنا بيها، وبنحاول نساعد بها نفسنا ونساعد بها ايه اولادنا. بصوا الجمال اهو، سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. بصي اهو، سيبك تتفرج وتتمتعي. بصي بصي بكل سهولة، ما تقوليش ان هي معجنة، هي مش معجنة. كل اللي انت هتعمليه بتمسكيها وبتفكيها. على فكرة هي ايوه سخنة، بس طبعا الجو برد فالواحد مش حاسس بالسخونة دي. ومع الممارسة انت اساسا ممكن تمسك الحاجة سخنة، مش هتبقى صعبة عليك يعني اهو. بكل سهولة اهو بتطلعيها. جميلة 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 ما شاء الله اهو. طبعا ما تخليش ولا فتفوتة، علشان احنا وصلنا لمرحلة ربنا يرحمنا، اللهم امين.
بس طبعا زي ما قلت لكم اكتر من مرة، البيوت اللي ما فيهاش خبيز، البيوت اللي ما فيهاش حاجة شغالة زي كده، عيش خبيز، المهم شغلي بيتك ابو ومع اولادك في اي حاجة في البيت ده، ربنا بيزيده بركة، بيطرح فيكي الصحة، برضو يديك الصحة والعافية لما بتقوم تتحركي وتنشطي وتعملي ده وتساعدي ده، وشغلي دماغك وشوفي ايه اللي ناقصك عندك اللي انت ممكن تعمليه، بتساعدي بيه نفسك وتساعدي بيتك وتساعدي اولادك وتساعدي جوزك كمان. ربنا يرضى علينا ويرحمنا ويرزقنا جميعا يا رب. بص اهو، انا بحطه ليه في العلبة دي، لان دوا يعني معلش لما انت تحطيه زي كده بتحفظيه ان هو يبقى طري، بحيث لما يوصل للزبون بيبقى طري مبيبقاش ناشف، ان ما تسيبوش للهواء يتعرض، ان هو جرد ما بيبرد بس. اهو بصي البخار ما شاء الله طالعه فله لوحديها. طبعا انا معليه العين قوي. ليه؟ لان درجه الحراره لما بتكون عاليه البخار بيزيد معاكي، هي تستوي بسهوله، مش هيلزق معاكي. لكن لو كانت واطيه، النار واطيه من تحت والميه مش بتغلي، مش هتجيب معاكي اي نتيجه خالص، هتلاقيها لكلكت ولزقت على بعضها، لان هو اساسا عجين. لكن البخار لما بيتخللها كده ويبقى مرتفع بتستوي بسرعه، ما بيتاخرش خالص. اهو هي ما بتاخدش حاجه، انت جربي وشوفي وهتتبسطي مع اولادك. يعني انت معلش يعني طبق زي ده وشويه السمنه وشويه سكر، وفي ولادي اخدوا منه وحطوا عليه شوكولاته سايله، كان شكله حلو وطعمه احلى بصراحه. اهو يعني ابتكري بكل سهوله، احلى جدوسيه من عند ام مصطفى. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله. يلا بقى ما تنسيش اشتراك في القناة وتعليق حلو منك كده، وشوفي انت عايزة ايه وانا اعملهولك كمان. بصوا صلوا على الحبيب، الله اكبر. بص ما شاء الله، حاجة كده في الشتا دي تدفي بجد، تدفي تدفي. اهو انت كل اللي هتعمليه هتفليه، الله اكبر ما شاء الله. كومنت حلو بقى منكم واشتراك في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من عند بنت السلطان. اهو بصوا الله اكبر ما شاء الله، كمية حلوة دي، كمية كبيرة. إيه انا هوريك العلبة اللي هناك دي، ده كيلو الدقيق اللي انا عجنته وحدي في الاول خالص عشان اوريهولك. ده وزن معايا كيلو ونص، يعني الكيلو دقيق عمل كيلو ونص جاموسية. تمام. كل اللي انا بعمل، انا كنت في الاول بعمل بجيب اطباق بصراحة وعلب واغلف بشكل حلو بجد يعني. بس مع الغلا ده طبعا اضطريت ان انا اجيب اكياس زي كده، بس في ناس ساعات بتطلب مني علب لو هتواجب بيها حد، وانا بنفذ لها رغبتها وبزود عليه السعر عادي ما بيعترضش. فانتي بصراحة اهو ده اللي في العلبة ده وحدي ده عمل لي كيلو ونص. كيلو ونص، كيلو الجادوسية ب40 جنيه. تمام. فتخيل بقى انت لو حسبتيها طلع لك ايه ما شاء الله مكسب حلو، او معنى صح هو مجهود ايوه، بس حاجة في ناس كتير ما بتعرفش تعملها وناس بتحب تاكلها. فانت لما تنزل على جروبك وتعملي زي كده، مرة في مرة هيبقى عندك زباين على الجروب وتعملي بيهم، وانت مش تعملي جادوسية بس، لان كمان تعملي شعرية وتعملي فطير وتعملي وتبيعي زبدة وتبيعي سمنة، كل ده هتعمليه على جروبك وتشتغلي حلو. يعني انت مش بتعملي الصنف ده بس، في اصناف كتيرة، كل ما تتعلمي وكل ما تتعرفي على حاجات، وخليكي معايا على قناتي اعلمك حاجات كتيرة، كل اللي بعمله انا على القناة وعلى الجروب وهتعرفي تعمليه ازاي بسهولة ويسر وتزودي دخلك وتتبصي انت واولادك. وصلوا على الحبيب المصطفى، وما تنسوش الاشتراك في القناة بتاعتي. وانا هكمل بقى وزن دوا عشان اقدر ايه ان انا خلاص وابعت الاوردر بسرعة. وصلوا على الحبيب المصطفى.